السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا فيديو الكشري المصري على أصوله بقى. هنا التسبيكة بتاعة الطماطم. التسبيكة ديت صلصة عادية، محطتش عليها أي حاجة، حطيت طماطم بس على البوتاجاز كده، وحطيت عليها شوية كمون. ده بقى البصل قطعناه جوليان، حاطين عليه معلقتين من نشا زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده حطينا قلبناهم في بعض وقلينا. النشا بتخليه كريسبي. نحمر البصل نخلص تحميره. المكرونة طبعا احنا سلقناها قبل ما احط تسبيكة الطماطم. حمرت البصل، وبعد ما حمرت البصل هعمل رز. هنا بس التكة بتاعت الكشري يا جماعة، عشان الكشري يطلع زي بتاع المحلات بالظبط. الزيت بتاع البصل بنعمل منه الرز. وانا زي ما انا قلتلكوا الصلصه دي عباره عن طماطم بس، انا سويتها كده ما حطيتش عليها اي حاجه، لسه هنحط عليها دلوقتي. هنحط عليها الزيت بتاع البصل، ومعاها روزميلي، كمون، حبه من الفلفل الاسمر، زعتر، الزعتر، معلقه سكر، معلقه خل. دي الصلصه بتاعت الكشري زي المحلات بالظبط. لو عملتيها بالطريقه ديت هتحسي ان انت بتاكلي كشري في المحل، مش هتحتاج ان انت تشتري كشري من بره تاني. خدنا شوية من الزيت برضو بتاع البصل، عملنا بيه الرز اهو، مع معلقتين من العدس الاصفر. ده احنا عملنا بقى ايه، دخلنا الكشري المصري مع الكشري الهندي، لان الكشري الهندي بيتعمل الرز مع معلقتين من العدس الاصفر، هما بيعملوه كده بيدي طعم جميل اوي للكشري. لو دخلتي الرز مع العدس الاصفر فبيدي نكهة وطعم حلو اوي. هنحط معلقتين من الزيت على الطماطم برضو، والحاجات اللي انا قلتها لكم دلوقتي اللي هي التوابل بقى، كمون، فلفل اسمر، زعتر. الزعتر مهم قوي هنا، مع معلقة السكر عشان الحموضة، وعشان اللي بيحبوا حراق برضو. ادي التوم اهو دقيناه، هنحط معلقتين هنا في الصلصة، والباقي في الخلطة اللي هي بتبقى الدقة اللي بيقولوا عليها دقة في المحلات، اللي هي بتبقى دقة التوم الصفرا. عبارة عن توم، مية، خل، كمون، خل اهو، كمون، عصرة من الليمون، ملح، ولو عندك معلقة كركم حطي برضو بتخلي طعمه حلو. في ناس بتحب الدقة بطعم الكركم، وفي بتحبها ايه، صفرة طبيعية بالمكونات اللي انا قلتها دي. ادي الكشري بعد ما خلصنا. المكرونة مسلوقة. ده زيت برضو بتاع تحمير البصل، هنحط شوية على المكرونة مع معلقة فلفل أسمر، هتخلي طعم المكرونة حلو قوي. والفلفل الأسمر على المكرونة، ونقلبهم كويس بعد السليق طبعا. دي الشطة بقى. الشطة دي بقى هناخد الشطة الناشفة دي، معلقتين من الصلصة اللي احنا عملناهم، ومعلقتين من الدقة، هنقلبهم كويس قوي، مع معلقة من الزيت برضو بتاع البصل على البارد كده، مش هنحط على النار. طعمها جميل جدا، لو جربتوها هتعجبكم، هتعجب الأطفال، ومش هتشتروا كشري من بره تاني. مع معلقة الزيت هحطها، ادي معلقة الزيت اهي،
زيت برضو يا جماعة من بتاع البصل. الكشري ده جميل قوي، جربوه، واللي يجرب الطريقة بتاعتي دي يكتب لي في التعليق. الشكل بقى الاخير بقى للتقديم، بنحط المكرونة الاول، نفرشها كده في الطبق مع الرز ابو عدس اصفر. جربوا الرز ابو عدس اصفر ده جميل، وهيخلي طعم الكشري حلو قوي. انا هنا ما حطيتش حمص، في حمص حطي حمص، مفيش حمص مش لازم، الكشري هيطلع جميل برضه. بس اهم حاجة البصل والدقة وطعم الصلصة بتفرق جامد. الصلصة والدقة في العمايل بتاعتي، لو عملتيها بالطريقة بتاعتي الكشري هيعجبك قوي، ومش هتشتري كشري من بره تاني. فرشة الرز اهو، ممكن تحط كمان حبة من المكرونة، وبعد كده بقى الصلصة وبقية شكل المكرونة عامل ازاي بعد ما حطينا لها معلقة من الزيت ومعلقة من الفلفل الاسود. جميلة، طعمها جميل جدا. ادي شكل الكشري المصري. اللي ما عملش لايك للفيديو يا جماعة يعمل لايك لو سمحتوا، ويكتب لي في التعليق بقى الكشري ده عجبك ولا لا. جربوا الوصفة بتاعتي اكتبوا لي بقى، شوف الوصفة بتاعتي عجبتكم ولا لا. لو عملت التكات بتاعت الزيت، زيت البصل لما بتضيفيه في كل حاجة في الكشري بيدي طعم تاني للكشري، سواء عملتي رز بيه، ضفتيه على المكرونة، ضفتيه على الصلصة زي ما شوفنا، على الدقة بتاعة الشطة، بيدي طعم. ادي الشكل النهائي بتاع الطبق، ولا اجدعها محل كشري. ادي اخر الفينش بقى بتاع الكشري، وادي الشكل النهائي ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.